ادعيها تأتي إلى مخدعك. يعني لو عندك مخدع بس متهدم، ولا تعالي يا ستي عذرة، تعالي معايا المخدع بتاعي، فتوافق، فتشوف مخدعك ان في كسل، فتروح رايحة قايلة ليسوع ايه؟ قالت ام يسوع له: دول عندهم كسل، حولوا الى نشاط، ليس لهم نشاط. ايه ده؟ فكرة جديدة عن الشفاعة. يعني مش الشفاعة كلها عايز اتجوز وعاوز عيال وعاوز اسافر بره واروح رايح على باب السفارة، يا ستي عدل ستي عدل وافقوا يديها، وهي بتشتغل بس. يعني هي حصرنا الست العدل في فيزيت امريكا وفي والزوج الكويس والبنت الحلوة والست عدل. انا عايز بنت امورة زي كده. يا سلام، هي دي اللي انت لقيتها؟ بس دي اللي طلعت بيها من الست العدلة؟ ادعي الست العدلة خلي فيه طلبات اخرى، طلبات روحيه. فانت تدعي الست العذراء عشان خاطر انها تبدا تديك حاجات مختلفه، حاجات روحيه. ادعي الست العذراء مش بس في الطلبات الجسديه والطلبات الاحتياجات الحياتيه، ادعيها ايضا في الطلبات الروحيه. فالست العذراء تلبي الدعوه، ما رفضتش الدعوه. 2، وتشوف الاحتياج وتعلنه، مع ان من طبعها مش تقعد تلفلف، هي هاديه وتقعد في مكانها، بس عرفت بروح الامومه. انا ده متاكد منه. مش الست العذراء البنوته اللي تقعد تلفلف كده في المكان، لا 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 لا، ده اخلاق ايه وادب ايه، قاعده في مكانها. اذا هي بتتطوع الست العذراء تطلب من المسيح عنك لما انت دعيتها، بتبدا تعمل كده. جربها في حاجات كتير قوي في الاحتياجات الروحيه، تلاقيها عامله كده. راحت رايحه قالت يسوع، خلي ام يسوع تقول عنك انت ابنها ما هي احتياجاتك، تطلبها عنك حتى لو انت ما طلبتهاش.